واحد زرع شجرة سم وسابها سنين تكبر، ولما جاع راح وقطف منها وأكل فمات. كل يوم بنزرع بكلامنا، بأفعالنا، بمشاعرنا، وحتى بسكوتنا. بس هل فكرنا يوم احنا بنزرع ايه؟ طب هنحصد ايه؟ هل فعلا بنزرع محبة ولا خصام؟ رجاء اقعد واسمعني للآخر، لأن الرسالة دي ممكن تغير مصير حياتك الأبدية. آية من الكتاب بتقول: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. الآية دي مش مجرد حكمة، ده قانون روحي بيحكم حياتنا كلها. لو زرعت في الجسد هتحصد فساد، ولو زرعت في الروح هتحصد حياة أبدية. هل بتزرع في حاجات هتعيش بعدك؟ هل بتجري ورا حاجات فانية؟ اسأل نفسك، أنا دلوقتي بزرع إيه في نفسي، في ولادي، في شغلي، في علاقتي بربنا؟ كلمة منك ممكن تبني وممكن تهد. كم مرة قلت كلمة كأنها بسيطة ولكنها جرحت حد؟ ربنا سمع الكلمة والإنسان حس بيها والشيطان استخدمها. مرة بنت اسمها مريم كتبت لبنت في المدرسة على الفيسبوك: انتي مش حلوة ومحدش بيحبك. بعد أسبوع البنت دي حاولت تنتحر. كلمة واحدة كانت زرعت موت. ومريم بعديها قالت: أنا كنت بهزر، ما كانش قصدي. ولكن اللي بنزرعه حتى ولو بدون قصد له حصاد. الشيطان بيزرع أفكار طول الوقت، انت كمان هتسمح له يزرع ولا بتزرع أفكار سماوية؟ كل فكرة بتمر على قلبك أما بتكبر وتتحول لفعل أو بتترفض وبتنتهي. زرع الأفكار بيبدأ من المحتوى اللي بتتفرج عليه، الناس اللي بتسمعهم، الكتب اللي بتقراها، الحوارات اللي بتدخل فيها. سؤال شخصي: ايه اكتر فكرة مسيطرة عليك؟ خوف، غيرة، شهوة، فشل، ولا ايمان ورجاء ومحبة؟ كل عمل بتعمله هو زرع، حتى ولو صغير، حتى لو انت محدش شايفه غيرك. فيه اب كان بيشتغل طول الوقت ومش فاضي لولاده، كبروا وبعدوا عنه، وفي مرة قال: انا صرفت عليهم كل حاجة، ولكن الحقيقة هو زرع مال، ما زرعش وقت، زرع راحة مادية، وما زرعش حب ولا تربية. كل إنسان وكل ما يعمله الإنسان سيجد عند الرب خيرا كان أم شرا. اختر زرعة لما ما تزرعش خالص، زي الخادم اللي دفن الوزنات. الرب قال له: أيها العبد الشرير الكسلان، كل مرة بتأجل توبتك انت بتزرع إهمال، وكل تأجيل ليه تمن. زرع الصلاة، زرع الكلمة، زرع التسبيح، كل ده بيجيب حصاد فرح وسلام حتى لو مش دلوقتي. والذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. حتى لو سنينك راحت تقدر تزرع من جديد. تعال نصلي مع بعض. يا رب، أنا زرعت حاجات كتير غلط، زرعت خوف، زرعت خصام، زرعت كسل، بس النهاردة أنا جاية ابتدي معاك من جديد. يا يسوع، طهر الأرض وابدأ زرع جديد في قلبي. اديني أزرع في الروح علشان أحصد حياة معاك. انت مش مجرد متفرج، الزرع الحقيقي هيبدأ لما تقرر تسامح، تبطل عادات غلط، تبدأ تصلي بانتظام، وتزرع كلمة حلوة كل يوم. ما تخرجش من الفيديو ده غير لما تاخد قرار عملي. ابعت الفيديو لحد محتاجه، اكتب في كومنت ايه الزرعة الجديدة اللي هتبدأ بيها، وصلي معايا دلوقتي وابدأ يوم جديد وحصاد جديد مع يسوع. العلاقات مش بتيجي صدفة، العلاقات بنزرعها، وكل علاقة بتكون فيها هي أرض، إما بتديها زرع صالح يا إما بتسيبها تعفن، والسكوت أو الكسل أو الغيرة. كان في 2 صحاب من أيام المدرسة، كل واحد منهم في واحد منهم زرع كلام طيب واهتمام وحضور في وقت الشدة، والتاني كان بياخد بس وما زرعش أي حاجة. بعد 15 سنة الأول كان عنده عشرة بتسنده، والتاني واقف لوحده وسط ضيقته وبيقول: مفيش حد حقيقي في حياتي، الفرق هو الزرع. فيه ناس بتفتكر إن الخدمة يعني أقف على منبر أو أمسك ميكروفون، ولكن الخدمة الحقيقية بتبدأ من أبسط تصرف. دي تدي كلمة تعزية لحد مكسور، تزور مريض، تكتب رسالة حب لحد حاسس بالرفض، تعلم طفل آية واحدة. كل ده زرع، والمفاجأة إنك مش هتشوف كل حصاده هنا على الأرض، ولكن في حصاد في السماء. ولا يضيع تعبكم في الرب باطلا. يا حبيبي،
فيه زرع من نوع خاص اسمه زرع الألم. فيه ناس مش بتزرع بإيديها ولكن بالحياة نفسها، اللي تعرض لخيانة واللي فقد حد بيحبه واللي تحارب في جسده واللي بيتعالج من الإدمان. كل لحظة ألم هي زرعة، ولو سلمتها لربنا هتبقى زرعة مجد، زي أيوب اللي خسر كل حاجة ولكن رجع له حصاده أضعاف أضعاف اللي كان عنده، لأن الرب شايف وحافظ ومكافئ. لو عندك طفل، شاب، بنت، انت بتزرع فيهم كل يوم. لو بتشوفك بتصلي بتتعلم الصلاة، لو بتشوفك بتغفر بتتعلم الرحمة، لو بيشوفك بتغلط وبتقول أنا آسف بيتعلم التواضع. كل حاجة بتعملها بتطبع فيهم. ربوا أولادكم بتأديب الرب وإنذاره. ابنك مش محتاج لعبة جديدة قد ما محتاج أب وأم يزرعوا فيه كلمة ربنا. فيه ناس هتسمعني دلوقتي ويقولوا أنا فعلا زرعت غلط وحصدت وجع، خيانة، فشل، خسارة. بس الخبر الحلو ربنا مش بيسيبك تحصد لوحدك، ها أنا معك لأنقذك. حتى لو زرعت سنين في خطية الرب عنده قوة يغير الأرض كلها، بس لازم تيجي وتقول له يا رب تعالى وابدأ زرع جديد في قلبي. قول له كده بقلبك وبصوت واضح، يا يسوع أنا زرعت حاجات كتير غلط، وأحيانا كنت فاكر إني مش شايف أو مش مهتم، بس النهاردة فهمت إني بحصد اللي زرعته. غفر لي يا رب ونظف أرضي وخليني أزرع من النهاردة بزيت الروح، صلاة، محبة، غفران ورجاء وإيمان. زرعك أنت مش زرعي أنا. قبل ما تقفل الفيديو اسمعني كويس، لو عايز حصاد جديد في حياتك خد القرار ده النهاردة. زرع صلاة يومية ولو لمدة 5 دقايق، زرع كلمة طيبة في بيتك، زرع تسبيحة كل ما تتعب، زرع اعتذار لما تغلط، زرع غفران لكل حد وجعك. ابدأ بزرعة صغيرة بس يوم ورا يوم هتشوف ثمار من السماء. افتح ايدك كأنك ماسك حفن التراب، تخيل ان الارض دي هي قلبك، وجاي ربنا النهاردة يسألك هتزرع ايه في قلبي. انت حر تختار، بس ما تفتكرش ان الحصاد هينسى زرعك. اللي بتزرعه هتحصده. فيه ناس دلوقتي بتفكر طيب انا مش فاكر انا زرعت حاجة وحشة، أنا كنت عايش عادي. بس السؤال هنا هو العادي ده بيرضي قلب ربنا؟ لأن في حاجات بنزرعها أحيانا مش واخدين بالنا. كل مرة طنشت الصلاة، كل مرة شفت الغلط وسكت، كل مرة عرفت الحق ورفضته، كل مرة قلت ماشي مفيش مشكلة، بس كانت مشكلة قدام ربنا. حتى السكوت عن الحق بيبقى زرع، وكل زرع ليه موسم حصاد. حتى لو انت مش شايف أو مش حاسس، حتى لو انت نسيت، السما ما بتنساش. أوقات كتير بنقول أنا زرعت حب، ليه حصدت خيانة؟ أنا زرعت إخلاص، ليه جالي غدر؟ أنا زرعت طيبة، ليه الناس استغلتني؟ هقول لك حاجة صعبة ولكن حقيقة، انت زرعت صح بس زرعت في أرض غلط. مفيش مشكلة لأن ربنا نفسه خانوه أقرب الناس ليه. زرع حياة، حب، إخلاص، واتباع ب30 من الفضة. لكن اسمع دي كويس، الزرعة اللي اتحسبت في نظر الناس خسارة هي الزرعة اللي فتحت باب الحياة للعالم كله. يعني زرعتك حتى لو زرعتك اتخانت ربنا شايف وهيجازيك عليه. مين قال ان كل زرعة لازم ترجع لك؟ فيه زرع هتحصده بس مش ليك، لغيرك. ممكن كلمة منك تنقذ شاب كان هيضيع، ممكن صلاة من وراك توصل لطفل في بيت مليان مشاكل، ممكن مسامحتك لحد تنقله صورة عن قلب يسوع. فيه أب في السبعينيات كان بيصلي لابنه اللي ضايع بقاله 20 سنة. مات الأب وبعد 3 سنين الابن رجع للمسيح وقال أنا بعيش على زرع أبويا. زرعك مش بيموت حتى لو انت مت، في الآخر فيه نوع من الزرع هو الأعظم اللي مش بيديك راحة هنا وبس، بيجهز لك لمكان أحسن. كل مرة خدمت وانت مكسور، كل مرة قدمت حتى لو مش معاك، كل مرة شجعت حد وانت محتاج اللي يشجعك، ربنا شايف وفي يوم هتسمع الصوت ده. نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. صدقني مفيش زرعة ضاعت، مفيش دمعة نزلت على الأرض من غير ما تتحسب، مفيش لحظة صلاة كانت فاضية. الوقت قرب واللي كنت بتزرعه سنين هيبدأ يطلع، يمكن أولها دموع ولكن آخرها فرح وشفاء ومجد أبدي.
يوسف اتظلم واترمى في البير، اتباع عبد، اتسجن ظلم، بس رغم كده ما اشتكاش وما انتقمش وما فقدش رجائه في ربنا. زرع ايه؟ امانه وطهاره واتكال على ربنا. حصد ايه؟ بقى الراجل التاني في مملكه مصر كلها، واللي ظلموه جم يركعوا قدامه. انتم قصدتم بيا شرا، اما الله فقصد بيه خير. لو بتحس انك مظلوم زي يوسف كمل زرع، حتى لو بتبكي الحصاد جاي وبقوة. داود كان بيرعى غنم، بس كل يوم كان بيزرع تسبيحة جديدة لربنا. حتى في أيام الخوف في المغارة في الهروب من شاول كان لسانه مليان مزامير. ولما واجه جولياط محارب صغير ضد عملاق، بس سلاحه كان: أنت تأتي إلي بسيف ورمح وأنا أأتي إليك باسم رب الجنود. زرع الإيمان في السر فحصد النصرة في العلن. بطرس أنكر يسوع 3 مرات، خاف ونهار وبكى بكاء مر. زرع خزي وخيانة، ولكنه رجع وبكى وتاب. الرب رجع له مكانته. وفي اليوم 50 بطرس نفسه وقف وكرز قدام الآلاف وحصد خلاص 3000 نفس. لو حسيت انك زرعت خطايا افرح، لان يسوع قادر يرد لك سنين اكلها الجراد. ارد لكم السنين التي اكلها الجراد. لو قلبك عايز يبدأ زرع جديد صلي معايا الكلمات دي بصوتك: يا رب يسوع، أنا تعبت من حصاد وجع أنا زرعته بإيدي، بس النهاردة جاي لك بكل قلبي وبنضف الأرض وبفتح قلبي ليك. تعالى وازرع جوايا زرع جديد، زرعة صلاة، زرعة فرح، زرعة نقاوة. ساعدني أزرع محبة في ناس صعب أحبهم، ساعدني أزرع رجاء في أوقات كلها ضلمة، ساعدني أزرع إيمان حتى وأنا خايف. يا رب زرعت كتير غلط، بس أنا مصدق إنك تقدر تغير الأرض كلها وتطلع من التراب شجر، وتطلع يا رب من التراب شجرة حياة. أنا ليك من النهاردة، وكل زرعي ليك وكل حصادي من إيديك، في اسم يسوع المسيح. أمين يا رب. اجعل زرعتنا صالحة. ربنا معنا جميعا. أمين.